فخامة الزعيم علي عبد الله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام، الحضور جميعا، نستمع وإياكم الآن إلى قصيدة يلقيها الشيخ صادق مقولة. بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله صباح الجميع. فخامة الأخ الرئيس الزعيم القائد المشير علي عبد الله صالح، الأخوان مشايخ سنحان وعقالها وأعيانها وأفرادها وسنحان وبني بهلول وبلاد الروس. كلمات القصيدة تقول: الحمد لله على السلامة أيها الأخ الزعيم، الله حاميلك وحارس، نعم حسبك والوكيل، فكلما خطط لغدرك كل حاقد أو لئيم فالله يحفظهم ويحميك، نعم حسبك والوكيل، نجاك من تفجير وقصف وعدت من بعد السليم، من بعد ما ظنوا نجاتك من ضروب المستحيل. فكلما خطط لغدرك كل حاقد أو لئيم فالله يحفظهم ويحميك، نعم حسبك والوكيل، نجاك من تفجير وقصف وعدت من بعد السليم، من بعد ما ظنوا نجاتك من ضروب المستحيل، وانجاك من هذا النفق يحير ابليس الرجيم، وانجاك من هذا النفق يحير ابليس الرجيم. فالحمد لله والشكر سبحانه، له الحمد الجزيل. هؤلاء اخوتك سنحان بلاد الروس بني بهلول حليم جاءوا يهنوك بالسلامة أيها الشهم النبيل. عفاش يعرق أصل في سنحان من العصر القديم، من عهد حمير لم يزل عفاش قيلا بعد قيل. عفاش يعرق أصل في سنحان من العهد القديم، من عهد حمير لم يزل عفاش قيل من بعد قيل. فالحصن الأحمر ذي بناه عفاش في الحيض الصميم، ولا يزل اليوم شامخ، لا يزال أكبر دليل. فالحصن الأحمر ذي بناه عفاش في الحيض الصميم، ولا يزال اليوم شامخ، لا يزال أكبر دليل. لا زال شاهد العيان إنك كريما من كريم، وإنك سليل المجد ونعم بالأصيل ابن الأصيل. جددت مجد الحميري عفاش بمجدك يا عظيم، سطرت تاريخ أحرفه من نور ما بيش له مثيل. يكفيك وحدت اليمن، يكفيك وحدت اليمن بعد الشتات ذاك الأليم، وخرجت نفط من تخو مرضه وخليته يسيل. يكفيك وحدت اليمن بعد الشتات ذاك الأليم، واخرجت نفط من تخو مرضه وخليته يسيل. يأتي رئيس بعدك نعم، يأتي رئيس بعدك نعم، لكن لن يأتي زعيم غيرك لهذا الشعب رمزه أنت جيلا بعد جيل. يأتي رئيس بعدك نعم، لكن لن يأتي زعيم غيرك لهذا الشعب رمزه أنت جيلا بعد جيل. يأتي رئيس بعدك نعم، لكن تظل أنت الحكيم. ثقات شعب الثلث قرن. يأتي رئيس بعدك نعم، لكن تظل أنت الحكيم. ثقات شعب الثلث قرن عن طيب خاطر مش صميل. ما قلت هذا فيك تذلف، يشهد الله العليم، بل بعض من ما تستحقه. قول صادق لم يحيل. شعب اليمن في عهد عفاش كان عايش في نعيم. شعب اليمن في عهد عفاش كان عايش في نعيم، مقارنة بأوضاعه اليوم. وضع من ضل السبيل، الأمن مفقود، والغلاء فار السعير والجحيم، والتنمية صارت خبر كان، واقتصاد أصبح هزيل. يقول سلام الله على عفاش حتى أكبر خصيم، لأن عفاش كان بشير الخير وضر الظليل. وسلامتكم. الأخوة جميعا الآن